أهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل لاعبي اف سي موبايل، وهو ازاي تستعدوا لحدث الالتيميت توتس اللي جاي وتضمنوا اقوى الجوائز واللاعبين في تشكيلتكم من غير ما تغلطوا غلطات تندموا عليها بعدين. في البداية خلونا نوضح إن حدث الألتيميت توتس يعتبر أهم جزء في اللعبة حالياً، لأن بطاقات الألتيميت بتنزل بأقوى طاقات ومميزات، وممكن تقعد معاكم في التشكيلة الأساسية لأكتر من 4 شهور من غير ما تحتاجوا تغيروها. النصيحة الأولى والأهم: بلاش تتسرعوا وتصرفوا الجواهر بتاعتكم دلوقتي. في أسبوع الألتيميت اللعبة هتنزل تذاكر جديدة مخصصة للحدث ده، وتكلفة اللفة الواحدة هتوصل ل 4500 جوهرة. عشان تضمنوا لاعب ألتيميت قوي من التفتيح المضمون، يعني بعد 70 لفة هتحتاجوا تجمعوا حوالي 815 ألف جوهرة. لو معاكم الرقم ده أو قريبين منه، شيلوهم للحدث ده لأنه هيكون مدمر. حاجة تانية مهمة جدا، إحنا نقدر نطلع بحوالي 5 لاعبين أساطير ومجانين من الحدث ده لو رتبنا خطواتنا صح. اللاعب الأول ممكن نضمنه من دوري لا ليجا بعد ما تخلصوا اللفات اللي فاضلالكم. اللاعب التاني هيكون من تفتيح الالتيميت درافت بالجواهر اللي حوشتوها. اللاعب التالت هيكون لاعب التيميت بأوفر 117 وممكن نستخدمه بعدين في المقايضات. واللاعب الرابع اللعبة هتنزل له قسم مخصص عشان ناخده مجانا بالكامل. أما اللاعب الخامس فتقدروا تجيبوه من قسم التعاقدات والمقايضات، تختاروا لاعب نازل له نسخة التيميت زي ديمبلي أو فيتينيا، وبعدين تحولوه في المقايضة باستخدام الشاردز والبطاقات اللي عندكم. وهنا بيجي تحذير مهم جدا: إياكم تتسرعوا وتحولوا كل بطاقاتكم الحالية لنقاط شاردز، أو تفرطوا في اللاعبين اللي معاكم دلوقتي. متطلبات مقايضات الألتيميت المتوقعة هتكون صعبة جدا، وممكن اللعبة تفاجئنا بطلبات غير متوقعة أو شروط معينة، فخليكم ذكيين واحتفظوا بالبطاقات لحد ما نشوف المتطلبات الرسمية. وحتى لو مش معاكم جواهر كافية دلوقتي، ما تقلقوش، اللعبة هترجع تنزل الدرافت المخصص ده بشكل متكرر في الأحداث اللي جاية. الهدف الأساسي والأقوى للكل في الحدث ده هو بطاقة كيليان امبابي بأوفر 120. دي أقوى بطاقة في اللعبة حالياً، وتقدروا تحاولوا تجيبوها إما من الدرافت أو عن طريق تجميع 57 ألف توكن من القسم المخصص ليها. تابعوا الخطوات دي ورتبوا تشكيلتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكراً ليكم على المتابعة.